ليه تشتريها بالغالي؟ انما ممكن تعمليها باقل التكاليف. كل اللي هتشتريه نص كيلو من الفول. الفول السوداني تجيبيه، انا جبته بقشره عشان ارخص شويه وقشرته، تقدري تجيبيه تقشر جاهز. تمام. تجيبيه تقشريه تمام. هتقولي لي هو لا، بيفرق، القشر ما بيوزنش. تمام. وكوبايه صغيره من السكر بس كده، ولا عسل كلوكوز ولا اي حاجه. عندك عسل كلوكوز هتحطي معلقه، ما عندكيش كوبايه صغيره من السكر، وحطي رشه بسيطه ملح ليمون. تعالوا نعملها سوا، يلا بينا يلا بينا. الاول اتاكدي ان الفول السوداني بتاعك مفرفر مش ماسك في بعضه، بحيث عشان لما تيجي تفرديه في الصينيه يبقى باي قشر فيه تطلعيه. تمام. افضلي افركي فيه كده وحطيه بقى يتحمص، يعني ياخد تشويحه كده على النار. انا حطيته وهعمل هنا بقى السكر او عسل الجلوكوز اللي هيمسكه. معايا كوبايه صغيره، الكوبايه دي بتاعت الشاي الصغير. تمام. هتقولي لي قد ايه؟ مش مكمله 150 جرام من السكر، يعني 125 او 100 جرام من السكر. احط عليها ربع كوبايه من الميه، وهحط رشه ملح ليمون مش دلوقتي. هنا كان الفول معايا اتحمص وسخن، انا عايزاه يسخن عشان لما اجي احطه فوق العسل ما يعملش. هنا الصينيه بقى هحط فيها ربع كوبايه ميه كده واقلبها. ليه؟ عشان انا هفتح كيس تلاجة. عندك كيس حراري حطي، ما عندكيش كيس تلاجة افتحيه عشان يلزق معاكي. انا هنا حطيت الميه ودلقتها. تمام. حطيه هيلزق معاكي، ما يروحش كده ولا كده. وما تخافيش مش هيتحرق. ليه؟ هقولك دلوقتي. هنا السكر لسه ما اتعملش، انا ههدي عليه النار بحيث ان السكر يدوب. انا مش حاطه ميه كتير، رشه ملح الليمون اهي او عصره نص ليمونه. هنا السكر لسه باين عندي، هوريهولك وهعمل لك تيست عليه بحيث انك انت تبقي ماشيه صح. تعرفيه ازاي؟ هتجيبي ميه، هحطي رشه، لو عندك ميه ورد معلقه صغيره، ما عندكيش رشه بسيطه من الفانيليا احنا بنحبها. حطي بقى كده، اعملي في ربع كوبايه ميه وشوفي لو كلكع معاكي كده ما دبش اهو، كلكع كده وبقى كتله. اول ما تحطيه في الميه كده انت ماشيه صح. تمام. يبقى خلاص كده ناجح. المهم تتاكدي ان السكر كله داب، واوعي تسيبيه يتحرق. هتلاقيه تعملي على المعلقه كده يفصل، ما يلمش على بعض كده. هي دي الدرجه اللي احنا عايزينها. تمام. هبتدي احط السوداني. انا كنت اديته تشويحه وسبته يضرب. هحطه يعني دافي دلوقتي. هشيل اي قشر، هشيل اي حاجه تقابلك هشيليها. حطيه بقى على العسل اللي احنا عملناه ده وقلبيه. عايزه تاخديه على النار بس هو مش محتاج. في بقى تركايه بيعملوها تقدري تعمليها عشان تحسي ان هو بيدوب في بقك. مكعب زبده، مكعب زبده تحطيه على الشربات بتاعه قبل ما تعمليه كده. هتلاقيها بعد ما تنشف بتدوب. حته السودانيه بتدوب في البق. كل سنه وحضراتكم طيبين. ولو وصلتي معايا لحد هنا يا قمر ما تنسينيش لايك ومتابعه، اشتراك، شيري على قد ما تقدري. تمام كده. هنا اديتها تقليبه بقى يعني ما فيش، هي كده خلاص. حطيها بقى على الكيس بس ما تغيبيش، لانك لو غبتي ممكن تنشف في ايدك. هي مش مستحمله. مظبوطه كوبايه السكر دي على قد نص كيلو السوداني. عندك عسل جلوكوز زي ما قلت لك كده، معلقه كبيره كده على الخليط ده. انا ما حطيتش عسل جلوكوز، حطيت السكر ورشه بسيطه الملح الليمون. اعمليها بقى. ممكن تغطيها تحطي عليها كيس وبأي مردانه كده، اي حاجه تقيله. انا هنا ما عنديش المردانه عندي بس يعني بعيده عليا شويه، فانا هجيب. بتقدري تجيبي طبق قعر كوبايه يعني هي سخنه جدا بحيث تفرديها تبقى سوا واحده،
صينيه تحطيها بتدخل في الصينيه دهيت، تروحي حطها وضغط عليها. انا هنا الطبق ده ازاز عشان سخنه، هبدا افردها، ابططها كده وافردها بحيث انها ما تبقاش تخينه، تيجي تقطمي الواحده ما تبقاش تخينه تحت اسنانك، تبقى مخروشه. اوريها لكم. هسيبها هنا بقى تبرد، هقطعها الاول. اوعي تسيبيها تبرد من قبل ما تقطعيها. تمام كده، سيبي قطعيها وبعدين سيبيها تبرد عشان تتقطع معاكي بمنتهى السهوله. اهي قطعي التقطيعه اللي انت عايزاها. عايزه اقول لكم على حاجه، التركه المهمه كلها في عمايل. تقدري بقى تعملي السمسميه نفس الحكايه، الحمصيه نفس الحكايه، بنفس التركه. المهمه فيها في عقده السكر. عقدة السكر لازم تفصل، ما تلمش على بعض. يا اما تحطيها تعمليها تيست كده في ربع كوبايه ميه، ان انتي تعمل معاكي كوره كده، تبقى مكونه نفسها كده، مش تدوب في الميه. دي اهم حاجه. عملتيها ناجحه تضمني حلويات المولد. كل سنه وحضراتكم طيبين، هتطلع معاكي ناجحه. هنا بقى هسيبها تبرد. انا قطعتها، هسيبها تبرد عشان تبقى معايا في التقطيع سهله. سبتيها تبرد، هي لسه طريه برضو دافيه، بس ابني واقف مستعجل. هبدا اقطع اللي اقدر عليه. اهي هقطعها. لو كل ما تسيبيها تبرد هتنشف مقرمشه وتحفه. عايزاها تدوب في البق، التركه حطي بس نص معلقه صغيره زبده، مكعب زبده، هتبقى خشن. بصي مقرمشه واسم لسه، يعني لسه. بصي السكر مش عامل لسه، ما بردتش خالص، دافيه بس مقرمشه وخطيره. لو عملتيها بالطريقه دي لا هتشتريها ولا الفول يبقى مخزون معطن ولا اي حاجه. هتعملي بنفس الطريقه السمسم، هتجيبيه بنفس التكنيك اللي احنا عملناه. الطريقه ديت سمسميه، حمصيه، فوليه، كله هتعمليه بنفس الطريقه، هتبقى معاكي خطيره. هنزل لكم لو لقيت تفاعل على الفيديو ده، هنزل لكم بقيه حلاوه المولد باسهل الطرق ومن البيت، من غير ما تجيبي عسل كلوكوز ولا اي حاجه. ما تنسينيش بقى يا قمر لو وصلتي معايا لحد هنا، لايك، متابعه، اشتراك، شهيصيني كده، شيري على قد ما تقدر. بصي بقى عشان تخزنيها حطيها. انا هنا اتقطعت مني مش متساويه عشان قطعتها دافيه، يعني لسه برضو ما جمدتش. حطيها بقى في علبه وشيليها، علبه محكمه كده وشيليها. طبعا بتشيل بره التلاجة، عايزه تشيليها في التلاجة عشان النمل وكده. واشوفكم بألف خير وسعادة.